السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات سفارة العميد. حابب قبل ما ابدا الحلقة بوجه الشكر مرة وتانية وتالتة ومليون لكل الناس اللي بيتصلوا بيا، كل الحمد لله الناس المتابعين لقناتي على اليوتيوب وبيسألوا عليا وبيقولوا لي فيديوهاتك قليلة ليه؟ انما طبعا انا طبعا كالعادة بعتذر اني طبعا عندي ظروف خارجة عن ارادتي، ولكن بحاول بقدر الامكان اللي انا اطلع واعمل فيديوهات، وفي نفس الوقت بوجه الشكر جدا للناس اللي هم متابعيني بصفه مستمره وبيسالوا عليا لما بغيب فترات كبيره. هنخش في الموضوع على طول. النهارده عندنا مباراه الاهلي وسيراميكا، وعندنا المباراه بتاعت موسوعه جينيس اللي هي بتاعت فيوتشر وانبي في كاس مصر، وعندنا ملف اطلقنا عليه او موضوع هنتكلم عليه احتقان الشارع المصري بسبب التحكيم، وعندنا برضو مفاهيم، هنناقش مفاهيم قديمه في تعيينات الحكام. يعني في مفاهيم قديمه كده يعني من زمان قوي قوي قوي، مش من اللجنه دي بس، من اللجان السابقه في اسلوب اداره اللجنه او في تعيينات الحكام، وهنحطها بين قوسين نجاح المسابقه او المفهوم بتاع نجاح، عاوز انجح المسابقه. وعندنا اخبار جديده الموسم القادم ان شاء الله هتهم كل الحكام، وفي نفس الوقت هنلقي نظره عليها. خليكم معانا ولكن بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ورجعنا لكم تاني، وهناخد اول موضوع هنتكلم عليه مباراه الاهلي والسيراميكا. يعني انا بما يرضي الله هنتكلم. طبعا انا عارف ان جمهور مصر ذواق، انا عارف ان الجمهور حقها الطبيعي ان فرقتها تكسب، ولكن انا بقول، ودي انا بقابل ناس كتيره، جمهورنا عند يعني عاوز اقول شريحه كبيره قوي من الجمهور الحمد لله واعيه ومثقفه وبتتمنى فوز فريقها، مفيش شك، ولكن لما بتحس ان فريقها كسب بهدف غير شرعي او هدف غير صحيح، من جواها بتحس بضيق، وفي نفس الوقت ما بتبقاش راضيه عن هذا المكسب. طبعا احنا بنطلع الانديه، يعني النادي مش ذنبه اللي هو بيتحسب له هدف غير صحيح، او ذنبه ان هو بيتحسب ضده ركله جزاء غير صحيحه، او بيتحسب له ركله جزاء غير صحيحه. احنا بنطلع الانديه بره الموضوع، ولكن بنتكلم على شريحه كبيره من الحكام من الجماهير الحمد لله اكثر ثقافه ووعيا، وبالتالي بيهمها انها لما فريقها يكسب بيكسب عن جداره واستحقاق. احنا مش بنتكلم على نادي معين، ولكن بنتكلم على كل الانديه سواسيه، انما احنا بنقول الجماهير بتاعتنا الحمد لله على درايه كبيره بالقانون، قانون كره القدم، و يعني ثقافه ووعي تام بالقوانين بتاعت كره القدم. هناخد هدف الاهلي في سيراميكا كليوباترا. انا قبل ما اجيب الصوره، انا لاول وهله بالعين المجرده من قبل ما يجيب الفار او سداد تحليه، انا كحكم قديم انا اول ما شفت الكوره قلت ان دي تسلل على حسين الشحات، وكمان اكد لي بصراحه وحاله التمركز الرائعه من الحكم الدولي، وانا بعتبره من احسن الحكام في مصر واحسن حكام في افريقيا، كابتن سمير جمال، كان تمركزه اكثر من رائع، وخاصه ان هو طبعا عمل ديلي للهجمه، وبعد ما خلصت الهجمه بهدف رفع رايته، ده دليل على انه هو اللي احتسب التسلل. طيب هنشوف الصوره اللي انا بقول لكم عليها دي من اول وهله ديت. الصوره معانا لو بصيت كده اهوت بالعين المجرده من غير اي تدخل، دي الصوره الطبيعيه بتاعت اول لقطه. دي حسين الشحات متقدم بجزء من كتفه، طلع الرجل بتاعت حسين الشحات، طلع الرجل بتاعت سيراميكا كليوباترا، دي مش موجوده خالص. احنا اللي متقدم بيها حسين الشحات كتفه، وهنا هنتكلم فيها بالتفصيل. دي اللقطه الاولى زي ما بقول لك انا، دي اللقطه اللي بالعين المجرده اللي انا بقول لك ان دي تسلل على حسين الشحات، وبالتالي كانت مساعد رايه مساعد سمير جمال كانت صحيحه، ولكن الفار كان له رؤيه تاني. هنيجي بقى نشوف بعد كده الفار اتخذ قرار ان الهدف صحيح بعد ما حط الخطوط بتاعته، ولكن انا بقول لكم ان الفار اخطا في وضع الخطوط. المفترض ان لما اكون انا في لعيب متقدم بكتفه او بجزء من ايد من كتفه، لازم لا احط الخطوط صح عشان القرار يطلع صحيح، وبالتالي اقدر ادي كونفirmation للحكم اذا كان اللاعب متسلل او غير متسلل. ولكن في الصوره اللي قدامنا ديت الخطوط محطوطه غلط. هنلاقي ان في خط ازرق طالع على لاعب سيراميكا، وفي خط احمر طالع على حسين الشحات. بص على الصوره دي كويس، هنلاقيه هو حاططها على كتف
حسين الشحات، وبالتالي وضع النقط على اللاعب في اللي هو في شك من موقف تسلل كانت خاطئه. هنسيب الصوره بقى ونرجع تاني. المفترض انا اهو لابس تيشيرت نص كم، فالمفترض انا طبعا احنا عارفين ان الدراع مش محسوب في التسلل، ولكن مع تعديلات الاتحاد الدولي قال لك ازاي اخد عشان في ناس تقول لك هنا تتحسب، هنا ما تتحسبش، هنا تتحسب. لا، القرار او ازاي يتحط النقط على كتف اللاعب، احنا عندنا من اعلى الكتف لتحت الابط، لتحت الابط. طب تحت الابط لو مشينا عليه على التوازي هنلاقيه تحت الكتف بحوالي شبر او شبر الا ربع، يعني لحد هنقول التيشيرت النص كم. طب الناس بتقول لي طب ما التيشيرت يا كابتن بيبقى ساعات طويل او نص كم طويل، ما احنا قلنا تحت عظمه الكتف بشبر او شبر وربع، اللي هو تحت الابط من هنا اهو، اعمل عليه على التوازي هتلاقيه لغايه هنا اهو. هو حط النقطه فين؟ حطها هنا اهو، وده كان خطا في اتخاذ القرار ان الهدف صحيح. انما المفترض ان بتاعت حسين الشحات لما اجي احط النقط احطها هنا اهو بالظبط اهو. بص انا ما وصلتش للكم وفي نفس الوقت ما وصلتش للكتف، بين البنين اهو، يعني شبر اهو، يعني لغايه الحته دي بالظبط اروح حاطط النقطه اللي هي موازيه لتحت الابط. ده المفترض ان الحكم الفار او لما يجي يحط النقط عشان يعرف ان في تسلل ولا لا يحطها هنا اهو، ولكن الفار اخطا بوضع النقطه خاطئ على اعلى كتف حسين الشحات، وبالتالي كان القرار طلع ان هو هدف صحيح، ولكن ده قرار خاطئ وهو هدف غير صحيح للنادي الاهلي. وبالتالي يعني ده كان قرار الفار، وطبعا الحكم ملوش دعوه لان ده شغل الفار او الاي فار اللي قاعدين في تقنيه الفيديو. خلاص خلصنا كده من بتاع. هناخد بس مين ادار المباراه؟ كابتن محمد عادل الحكم الدولي المتميز. هنجيبه كده ونحطه معانا في خانه وهنرجع له تاني. هنيجي بعد كده لمباراه فيوتشر و انبي في كاس مصر، وده اللي قلنا عليه دخل في موسوعه جينيس، من حيث ان المباراه بدات في يوم وخلصت في اليوم الثاني. فطبعا كان السوشيال ميديا كله كان بيتريق ان المباراه خدت يومين، وده طبيعي لان مثلا بدات يوم الساعه 9:30 وخلصت الساعه 1 الا ربع او 1 الا ثلث، يعني دخلنا في يوم جديد، لان المباراه طبعا اتاخرت كتير وكان فيها اكسترا تايم، وبعد كده كان فيها ضربات جزاء مع تعطل الفار. كموسوعه جينيس برضه تعطل الفار 25 دقيقه. الحكم راح عشان يشوف تقنيه الفيديو او الشاشه بتاع الفيديو، لقى الشاشه سوداء، فطبعا عبال ما صلحوها خدوا لهم حوالي 18 دقيقه باين او 20 دقيقه. طبعا انا بقول الحكم المتميز نادر الدوله الاشدنا بيه كتير، وبيقدم اخر 4 مواسم دي ولا اروع، من اسوأ المباريات لنادر الدوله كتحركات وكقرارات. فطبعا انسحاب انبي وبعد كده تراجعه، كل الحاجات دي دخلت موسوعه جينيس زي ما احنا بنقول. مباراه هتبقى للتاريخ. طبعا النادي الاول امر الدوله كان بيقول كله عمل اساس ان الكره خبطت فيه وتم احراز هدف منها وهنيجي نعلق عليه. فدي كل الحاجات دي ايه النتيجه بتاعتها؟ انها طبعا زودت من اساءه او سمعه الدوري المصري، الدوري الكبير، الدوله الكبيره، الدوله اللي هي بيقول عليها زي ما بيقولوا يعني مصر اسمها عريق 7000 سنه حضاره، فما ينفعش ان الدوري بتاعي يبقى بالشكل ده. ده طبعا بيدل على فشل المنظومه في كمنتخبات ناشئين وكتاخر في الدوري في سواء استئنافه او بدءه او نهايته. حاجات كتيره قوي اساءت بالمباراه دي، كملت زي ما بيقولوا سمعه الدوري المصري واستمرار لفشل المنظومه في اداره المسابقات. هنيجي بعد كده نعلق على المباراه بقى فنيا، وهنقول ان نادر امر الدوله، تاني بكرر، نادر امر الدوله من الحكام المتميزين، وهو مش حكم دولي، حكم درجه اولى، ولكن بيصنف كالحكام الدوليين، وبيقدم 4 مواسم ولا اروع متتاليه. ولكن ايه السبب؟ ده هنحطه مع كابتن محمد عادل، يبقى نادر امر الدوله ومحمد عادل، ولسه في حكام تاني هنقولها وهنبدا نعلق عليها. طيب اما نيجي نشوف الهدف بتاع فيوتشر الاولاني، كله بيقول لك الحكم عمل اسيست، هو فعلا عمل اسيست غصب عنه طبعا، وده نتيجه سوء تحركه. ده من اسوء المباريات اللي ادارها نادر امر الدوله، نتيجه من ضمن اسباب
ان هو اسوأ مبارياته ان هو سوء تحركاته داخل الملعب، وده اللي خلاه يعمل اسيست في الهدف الاول. طيب هنقول ليه مفترض او ليه كان المفروض الحكم، وده خطأ في تنفيذ القانون، ليه كان لازم يلغي الهدف؟ تمام. القانون بيقول ايه؟ هنعرضه على الشاشه قدامكم دلوقتي. القانون بيقول لك ايه؟ اذا لمس الكره احد الحكام داخل الملعب او في ارضيه الملعب وحدث الاتي، ده كل ده نتيجته ايه؟ امتى اعمل اسقاط؟ يبقى امتى اعمل اسقاط؟ اذا لمست الكره احد الحكام داخل ارضيه الملعب وكان نمره واحد احد الفريقين بدأ هجوما واحدا، دي نمره واحد. نمره اتنين، توجهت الكره الى المرمى مباشره، يعني دخلت الجون مباشره، يعني خبطت في الحكم ودخل الجون مباشره. نمره ثلاثة، انتقلت الكره عن الفريق الذي كانت بحوزته، يعني غير الاستحواذ، يعني الكره كانت مع الفريق دوت وبسبب انها خبطت في الحكم راحت للفريق الثاني، يبقى غيرت ايه؟ الاستحواذ. ثلاث حالات دول في جميع هذه الحالات يقول لك ايه؟ يستأنف اللعب باسقاط الكره. يبقى عندنا ثلاث حالات، لو كره خبطت في الحكم الثلاث حالات دول يستأنف اللعب بعد كده باسقاط الكره. طب انهي بند في دول اللي هو اتطبق في حاله نادر امر الدوله؟ نمره واحد، كان احد الفريقين قد بدأ في هجوما واحدا. مش المهاجم بتاع فيوتشر لعب الكوره خبطت في الحكم، جت للاعب تاني دخل بيها ال 18 رفعها جه جون، يبقى دي هجمه واحده ولا مش هجمه واحده؟ هجمه واحده. يبقى هو ده البند اللي كان مفترض ان نادر امر الدوله يلغي الهدف فيه. وكان الحكم المتميز اللي قاعد على تقنيه الفيديو كابتن ميدو سلامه الحكم الدولي استدعاه عشان يقول له ان انت الكوره خبطت فيك وعملت هجمه واحده لنفس الفريق واحرز منها هدف، وكان بالتالي كان لازم يلغي الهدف. طبعا الحكم موسوعه جينيس راح للشاشه لقاها سودا، تمام. وهنا في اقاويل بتقول ان الكابل بتاع الفار اتشال، الكابل اتشال، معلومه بتقول ان الكابل اتشال عمدا، وده دليل اللي احنا بنقول ان في حاجات غريبه وحاجات مريبه. في انديه بقت اقوى من الاتحاد، في انديه اقوى من اللجان. احنا مش بنتهم حد، ولكن فعلا وبالفعل كابل الفار اتشال لما نادر امر الدوله راح عشان يتاكد من الكوره، الكابل بقدره قادر يتشال. اشمعنى في التوقيت ده وراح يشوف؟ فدي مش هنعلق عليها، ولكن في حاجه مش طبيعيه. طبعا استمرينا فتره 18 دقيقه او 20 دقيقه لغايه لما الشاشه اتصلحت وميدو سلامه جابها له ان هي عملت بعد ما خبطت في نادر امر الدوله. اللاعب استفاد منها اللي هو عمل بيها هجمه واحده واحرز منها هدف. كان لابد ان هو يرجع يلغي الهدف، ولكن اصرار الحكم المتميز سابقا قبل هذه المباراه نادر امر الدوله اصر على احتساب الهدف. وهنا نكمل موسوعه جينيس للارقام القياسيه او الاحداث الغريبه. طبعا هدف غير صحيح احتسب لفيوتشر، وبنحمد الله ان يعني المباراه ما اثرتش في نتيجه المباراه، لان في الاخر فيوتشر خسر المباراه بركلات الجزاء. وده طبعا مش مبرر، انما احنا بنقول ده ربنا سبحانه وتعالى حاجات ربنا بيبعتها الهيه كده، رسائل الهيه ان برضو سمعه مصر مهمه جدا جدا، وبالتالي ما اثرتش في نتيجه المباراه. تمام. هناخد نادر امر الدوله ونحطه مع مين؟ محمد عادل. قال كده ايه؟ حكمين. طيب هنيجي بعد كده لمباراه الاتحاد وفيوتشر. هناخد الحكم عبد العزيز السيد، يبقى ده الحكم الثالث. محمد عادل، نادر امر الدوله، عبد العزيز السيد. عبد العزيز السيد في مباراه فيوتشر والاتحاد احتسب هدف، قصدي عفوا مباراه بيراميدز والاتحاد كانت في الاسكندريه. عبد العزيز السيد احتسب هدف، كان الهدف الثالث لبيراميدز، احتسبه خلاص، ولكن الفار شابوه، الفار استدعاه قال له ان في ABB او مراجعه ميدانيه اللي هي قبل احراز الهدف كان في فاول صحيح او خطا على رمضان صبحي ضد لاعب الاتحاد، نتج عنه هجمه واحده وبالتالي احرز منها الهدف. كان هيبقى الثالث لبيراميدز على ما اظن، سددوا احرزوا فخر اللقاي، ولكن الفار استدعاه عشان يعمل مراجعه ميدانيه او ABB، لقى فعلا ان في خطا على رمضان صبحي في نص الملعب، وبالتالي لغى
هدف كان هو اللي احتسبه، ما بالكم بقى لو ما كانش فيه فار؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، احتسب ركله جزاء لبيراميدز، احتسب ركله جزاء لبيراميدز، ولكن بعد استدعاء الفار راح لغى ركله الجزاء. ما بالكم لو الفار ما كانش موجود؟ يبقى كان الهدف بتاع بيراميدز كان هيتحسب، وركله الجزاء بتاعت بيراميدز هتتحسب. يبقى هناخد عبد العزيز السيد الحكم المتميز اللي بيأدي مش اقل من 5 6 مواسم بسم الله ما شاء الله، واشدنا بيه كتير من الحكام المتميزين اللي اللجنه بتعتمد عليهم اعتماد كلي وجزئي. هنحط مع كابتن محمد عادل نادر امر الدوله، وادي الحكم الثالث عبد العزيز السيد. دي كانت مباراه بيراميدز والاتحاد السكندري. هندخل بقى على احتقان. احنا كده 3 حكام ماشي. معانا الحكم الرابع كابتن محمود البنا الحكم الدولي. ادي 4 حكام هنتكلم عليهم. نخش بقى على احتقان الشارع المصري بسبب التحكيم. طبيعي جدا ان اخطاء التحكيم بتزيد. هنقول ان في مقوله بتتقال ان الحكم دلوقتي بيخش ومعاه يعني حاجه بيغش منها. يعني الحكم بيخش دلوقتي المباراه ومعاه زي ما بيقولوا برشام بيغش منه. ايه هو المقوله ديت؟ ان الفار، احنا قلنا الحكم لو خد قرار خطا الفار بيصححه له، لو احتسب هدف غير صحيح الفار بيرجعه بيلغيه، لو احتسب ركله جزاء غير صحيحه الحكم بيرجعه ويلغي، الفار بيرجعه ويلغيه، لو ما احتسبش ركله جزاء وهي كانت صحيحه الفار بيستدعيه وبيروح يحتسبها. يعني اذا الحكم بينزل مباراه وهو معاه زي ما بيقولوا مذكره او معاه برشام بيغش منه. فيعني انا مش عارف. فهنتكلم على ان الشارع المصري رغم تقنيه الفيديو، رغم يعني التكنولوجيا الحديثه، ولكن اخطاء التحكيم يعني بتستمر. ده طبعا هنقوله، وده عامل احتقان في الجماهير بسبب ان طبعا مش راضيين. يعني حتى زي ما قلت لكم انا الجماهير المصريه عندها وعي وعندها ثقافه. انا عاوز فرقتي تكسب بمجهودها، عاوز فرقتي تكسب يبقى ما تكسب بهدف او هدفين يبقى الهدفين عن جداره واستحقاق. اذا كان احتسب لها ركله جزاء يبقى عن جداره واستحقاق، انما ما بترضاش لما بتشعر انها كسبت يعني مكسب غير طبيعي. تمام. ده احتقان الشارع المصري. ماشي. هنيجي بعد كده بقى ايه؟ احنا قلنا ال4 حكام عينه، وقلنا من بدري خفوا الضغط على الحكام الدوليه، خفوا الضغط على الحكام وادوا مساحه للحكام العاديه الدرجه الاولى تتحكم. ولكن عندنا 4 حكام: كابتن محمد عادل، نادر امر الدوله، عبد العزيز السيد، محمود البنا. عاوز اقول لكم ان هم دول بسبب الضغوط اللي عليهم وبسبب كميه المباراه اللي بيديروها تم حرق هؤلاء الحكام بالبلدي. ان هم دلوقتي بقى خلاص ما بقاش في قبول من الشارع المصري معاهم، وهم الحكام معذوره. انا ما فيش مشكله. ده هيجرنا لمبدا نجاح المسابقه. يقول لك انا عاوز انجح مسابقتي، لو الحكام دي هتحكم كل يوم انا ما فيش مشكله. لا يا كابتن، المقوله دي اتقالت من زمان. انا معاك، انت عاوز تنجح مسابقه ده حق مشروع، ولكن خلاص دلوقتي انا المباراه بتنجح زي ما بيقول ايه، بتنجح بملحق. يعني انا جايب طالب متميز عندي، متميز جدا، كل شويه ادخله مسابقه لغايه لما وصلت مرحله اللي هو بقى بينجح في المسابقه بملحق او بمجموع قليل جدا ضئيل جدا. لا، انا اجيب حكم تاني وينجح لي المباراه ب 60% او 65%، بس بينجح احسن لما بنجح بملحق. فده اللي احنا بنقوله. فمقوله ان انا انجح المسابقه ديت ولو لعب الحكام دي كل يوم، لا، انا ما فيش مشكله بالنسبه لي الحكم الدولي او الحكم المتميز يحكم زي الدوري الانجليزي وجميع دوريات العالم، يحكم مباراه في الاسبوع. انما احنا معذورين، الحكام بتاعتنا معذوره، بيحكم 3 مباريات في الاسبوع، يحكم ممتاز وينزل تاني يوم يحكم ممتاز به، وبعدها بثالث يوم يحكم ترقي محترفين. فطبيعي ان الحكام عندنا بتبذل مجهود غير عادي، فطبعا فنيا وذهنيا وبدنيا بيبقى مرهق، فبالتالي الاخطاء بدات تزيد. وهنا بناشد اللجنه الرئيسيه وبناشد المسؤولين عن التعيينات، يا جماعه احنا قلنا ما تخافوش، ادفعوا بحكام الدرجه الاولى اللي احنا ده بقى عندنا مش اقل من 15 حكم اثبتوا وجودهم، اخطاء بسيطه. وهنا هنرجع على تسعيره عقاب الحكام. يعني عندنا محمود بسيوني، عندنا احمد جمال، عندنا ودول زي نادر الامر الدولي، زي ما طلعنا نادر الامر الدوله عندنا حكام كتيره تقدر توصل زي نادر الامر الدوله تبقى حكام متميزه. قلنا محمود بسيوني، احمد جمال، العتباني من الشرقيه، وائل فرحان من اسماعيليه،
عندنا من القاهره في حكام كتيره تألقوا زي مثلا صبري ابراهيم، عندنا صبحي العمراوي، عندنا سيد منير، عندنا ابراهيم محمد. يعني مش عاوز انسى حد، عندنا مش اقل من 10 15 حكم ودفعنا بيهم بالكاس ونجحنا المباريات. اديهم وقلنا ادي كلاسيكو العالم ريال مدريد وبرشلونه بيديروهم حكام درجه اولى، وجميع دوريات الدوري الفرنسي والدوري الانجليزي في مباريات كبيره قوي، مباريات قمه بيديرها حكام درجه اولى. ليه؟ لان اللجنه بتلعب، اللجنه شغاله باحترافيه، لجنه مستقله، مفيش ضغوط عليها من الاتحاد، مفيش ضغوط عليها من الانديه. عاوز اقول لكم ان في ما لا يقل عن 3 انديه في الدوري الممتاز اقوى من الاتحاد واقوى من لجانه. انا ما بتكسفش، بس مش هنقول اسامي طبعا، انما في 3 انديه على الاقل، على الاقل اقوى من الاتحاد واقوى من لجانه واقوى من كل حاجه. والسنه الجايه الموسم الجديد في نادي طالع هيبقى مش اقل من 4 5 انديه اقوى من الاتحاد. فده ما ينفعش، اللجنه مش هتعرف تشتغل ولا الحكام يعرفوا يحكموا، لان زي ما قلت لكم الانديه دي بقت اقوى من المنظومه اللي بتدير المسابقات. تمام. ده بالاضافه ان تسعيره الحكام، ايقاف الحكام. يعني احنا عندنا حكام في الفتره اللي فاتت دي عندها اخطاء واخطاء كارثيه وبتلعب. تمام. هنا بيتوقف على تسعيره عقاب الحكم، الرانك بتاع الحكم ايه، الكلاب سترونج، قوه النادي اللي هو الضار من التحكيم. فاحنا عندنا في مثلا حكم دولي اخطا خطا كبير او خطا جسيم، اقصى عقاب ليه ان احنا بنبعده عن الفرقه اللي هي اتضرت من تحكيمه، انما ما بيتوقفش، ده بالعكس ده بيلعب تاني يوم وتالت يوم. طب ده حسب الرانك او حسب اللي زي ما بيقولوا ايه الحكم وتصنيفه. طب الحكم درجه اولى عادي، لا تسعيره بتزيد، تسعيره خلاص واضحه 3 شهور واقعد في البيت، شهرين لو حسب الفرقه وقوه الفرقه اللي اتضرت من تحكيم. لو فرقه قويه ولها نفوذ والكلام ده كله التسعيره 3 شهور، شهرين اقل حاجه. لو فرقه غلابه من فرق الغلابه والحكم مسمع مش عارف ايه بياخد شهر او شهر ونص وممكن اسبوعين حتى. فمفيش عداله في عقاب الحكام. فازاي حكم بيخطئ عارف ان هو هيلعب ومستواه هيزيد؟ بالعكس ما انا بخطئ، انما اللجنه محتاجاني عشان بتقول ماشيه تبع مبدا نجح لي المسابقه. تمام. وفي حكام تانية بتخطأ، تمام، وبتتعاقب والتسعيره قلناها. وفي حكام بتتألق، حكام درجه اولى زي حكام كتيره مش عايزين نقول اسامي تألقت وبتقعد في البيت، فما عندوش طموح. هينزل يتمرن ليه؟ مش هينزل يتمرن، يقول لك ما انا مش بلعب، انا مش هلعب. طب الحكم الثاني اللي هو اخطأ خطأ جسيم هيلعب تاني يوم وهيلعب ثالث يوم. فهنا تسعيره عقاب الحكام بتختلف. وهنا انا بناشد اللجنه الرئيسيه ان هي تجمد قلبها، والحكام اللي هي بزغت الموسم دوت والموسم اللي قبله والموسم اللي قبله، عندنا مش اقل من 10 15 حكم ادفع بيهم حتى في المباريات الصعبه واقول لهم ده شغلي، انا عاوز اعمل حكام دوليين وحكام درجه اولى او يديروا كل المسابقات عندي، عشان يبقى عندي مش اقل قلنا من 50 حكم اقدر اغير فيهم، عشان الحكم يبقى عنده طموح لما يتألق يبقى عارف اللي هو هيتكافئ ويلعب، والحكم اللي يخطئ يبقى عارف اللي هو اخطأ وبالتالي هيقعد شويه لان عشان بعد كده ما تجيله فرصه يمسك فيها بايديه واسنانه. انما يا فرحتي اخطأ والعب، اخطأ والعب، اخطأ والعب. تمام. هنيجي في اخر حاجه عندنا في اخبار يعني جديده، وفي نفس الوقت يعني مش هنناقشها دلوقتي لغايه لما نشوف، بس انا من وجهه نظري كده كاتجاه عام انا حاسس ان مش تبقى مقبوله. اول خبر ان السنه الجايه في مشروع بريرا بيقدمه ان الدوري الممتاز هيديروا 24 حكم فقط، والدوري المحترفين هيديروا برضو 24 حكم فقط، وباقي الحكام درجه ثالثه. وده خبر طبعا هيبقى صعب جدا لان احنا عندنا حكام درجه اولى مش اقل من 1300، فلما يدير 24 دوري ممتاز و24 محترفين ده عدد قليل جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الحكم اللي هيدير الدوري الممتاز ممكن ينزل في دوري المحترفين ويديره، تمام، انما الحكم اللي هيتألق في دوري المحترفين مش هيطلع يحكم في الدوري الممتاز. ودي طبعا يعني ده المشروع اللي مقدمه بريرا، وده هنتاكد منه الفتره الجايه. الخبر الكويس اللي احنا لينا بيه وده اللي كان معترف بيه وكان ماشي بيه، وانا بعتبر ان الخبر ده كويس، ان مستحقات الحكام السنه الجايه ان شاء الله هتزيد. دي نمره 1. نمره 2 هتصرف من الانديه مباشره، وتم اخذ موافقه الاتحاد عليها، وهتطبق من الموسم القادم ان الحكم هيروح المباراه هيلاقي
مراقب لجنه المسابقات مجهز له كل حاجه مع اداره الفريق، وهياخد فلوسه قبل المباراه. وده افضل حل لمستحقات الحكام بدل ما تتعطل من الاسبوع ال 13. مستحقات الحكام ما خدهاش، وبعدين كل القطاعات وكل حاجه طبعا ما بتقبضش الفتره اللي فاتت دي. فده قرار يعتبر كويس، ولكن حته بقى ان 24 حكم يدير هنا و24 حكم دي، انا ما اعتقد انها مش هتنال، لن تنال استحسان الحكام، وهيبقى فيها مشاكل كتير السنه الجايه. دي كانت حلقه النهارده من صفاره العميد. فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصل كل جديد من صفاره العميد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.